الله يخرب بيتك. ريحة الجثة بدأت تطلع والجيران بدأوا يشتكوا. تعالي بسرعة وهاتي شوال معاكي وأنا هقول لك تعملي إيه بسرعة، يا إما أبلغ عنك الشرطة وهقول معرفش عنك حاجة. الجثة المجهولة في قبعة المحيط. في 2024 في قرية سيبرباي في محافظة الغربية وصل بلاغ للشرطة من أهالي القرية بيقول إن في جثة موجودة في شوال محروقة مضروبة سكينة ورجليها الاتنين مقطوعين ومرمية في الترعة. وبمجرد وصول البلاغ للمباحث انتقلت فورا لمكان وجود الجثة ولقوا فعلا الأوصاف اللي قالوا عليها أهل القرية. بمجرد معاينة الجثة المباحث ما قدرتش تكشف هل الجثة دي لراجل ولا لست، وده لأن الجثة محروقة ومضروبة سكينة ورجليها الاتنين مقطوعين ومتحللة، وده بيوضح إن الجثة اتنقلت من مكان لمكان وإن الجريمة تمت في مكان بعيد. وكمان تحلل الجثة بيوضح إن القتل تم من فترة طويلة مش قصيرة. كل التفاصيل دي للأسف بتصعب مهمة المباحث في حل القضية، وده لأن الجثة مجهولة ومش قادرين يتعرفوا عليها. طبعا أول حاجة فكرت فيها المباحث إن هم يكشفوا على الكاميرات اللي موجودة في مكان الحادثة، ولكن للأسف ما كانش فيه ولا كاميرا بتوضح المكان بشكل واضح. كمان في مشكلة ما ينفعش تغيب عن ذهننا، إن وارد إن الجثة تكون اترمت في مكان والطيار اللي موجود في الترعة نقلها من مكان لمكان تاني. ومع وجود الألغاز دي كلها ما كانش قدام المباحث إلا سبيل واحد بس، إن هم يبحثوا في ملفات المفقودين من أسبوعين. طبعا هتسألني ليه أسبوعين؟ لأن ده التقرير المبدئي اللي حطه الطبيب الشرعي وقال إن ممكن الجثة تكون مقتولة خلال الفترة دي. كمان الطبيب الشرعي جاب لنا دليل تاني إن الجثة لبنت عندها 18 سنة، وبالفعل بمجرد ما دوروا في ملفات المفقودين لقوا محضر تغيب لبنت اسمها فرح متقدم من خالها. البنت دي عندها 18 سنة، خريجة كلية الآداب، وكان خالها بيقول إن آخر مكان كانت موجودة فيه فرح هي بيتها، وكانت قاعدة لوحدها، وكان أبوها مطلق أمها وأمها كانت محبوسة على قضية شيكات. على طول النيابة العامة استدعت خال فرح ووالد الطفلة فرح عشان يتعرفوا عليها، ولكن بمجرد وجودهم في مقر النيابة وبدأوا يكشفوا على الجثة معرفوش يأكدوا هل دي جثة فرح ولا لأ، وده لأن الجثة كانت متحللة ومحروقة مضروبة سكينة ورجلها الاتنين مقطوعين. وعلى طول النيابة العامة عملت إجراء تحليل البصمة الوراثية لفرح عشان تطابقها بالبصمة الوراثية بتاع أبوها، وبالفعل بمجرد انتهاء التحليل ده اتأكد وجود تطابق بين البصمتين وإن الجثة هي جثة فرح. ومن هنا المباحث بدأت تكثف البحث عشان تعرف مين آخر واحد كان موجود مع فرح، وبالفعل وصلوا إن ليها صاحبة مقربة اسمها آية، وهي كانت آخر واحدة موجودة معاها. لما استدعوها قالت يا جماعة أنا معرفش حاجة عنها بقالها فترة، وكنت بدور عليها مع خالها وما قدرناش نوصل لحل. وطبعا ولأن مفيش أي دليل تجاه آية المباحث اضطرت تفرج عنها. بعدها المباحث راحت لبيت فرح وحاولت تفرغ الكاميرات اللي موجودة بالقرب من البيت عشان تحاول توصل لأي دليل. ومن هنا حصلت مفاجأة، ظهرت آية صديقة فرح نازلة من البيت ومعاها شوال، وكان معاها شخص اسمه متولي. متولي ده كان صاحب البيت اللي موجودة فيه فرح، وكان بتربطه علاقة بآية. كان نازل معاها وماسك معاها الشوال، حطوا الشوال جوه التوك توك والتوك توك اتحرك مع آية لوحدها. طبعا اللي شافته المباحث في الكاميرات كان دليل كافي ان هي يقبضوا على آية ويتوجه لها تهمة القتل العمد. وبالفعل آية في تحقيقات النيابة قالت ان هي راحت لفرح في بيتها وقامت بينهم خناقه على فلوس، ومن ضمن الخناقه ومن ضمن التفاصيل اللي قالتها قالت انا ضربت فرح بسكينه كانت موجوده على ترابيزه الاكل. وانا بقول التفاصيل دي عشان هتفيدنا بشكل كويس جدا نعرف ليه المحكمه حكمت بالحكم. من ضمن اقوال فرح في تحقيقات النيابه ان هي قالت ان هي ضربتها بسكينه، وبعد منها نقلتها على السرير وحاولت تولع فيها عشان تخفي اثار الجريمه، وده عن طريق بنزين، ولكن خافت ان النار تمسك في الشقه كلها فحاولت ان هي تطفيها، فسرقت موبايلها وسابتها في الشقه 3 ايام. طبعا ريحه الجثه بدات تطلع والجيران بداوا يشتكوا، ومن هنا ظهر متولي اللي قلناه في بدايه الحلقه، وهو صاحب البيت اللي موجوده فيه فرح، واتصل بآية وقال لها تعالي وهات شوال عشان نتخلص من جثه فرح، عشان الجيران بدأوا يشتكوا والريحة بدأت تطلع. طبعا بعد ما النيابة العامة سمعت أقوال آية قبضت على متولي وتوجه ليه تهمة إخفاء أدلة الجريمة، وتحاولوا هما الاتنين على المحكمة، وحكمت المحكمة بالإعدام على آية وعلى متولي ب2 سنين. ومن هنا ظهر دور محامين آية اللي ما سكتوش وطعنوا في الحكم، وبالفعل قدروا يخففوا الحكم من الإعدام إلى المؤبد. طبعا انتوا بتسألوا ليه المحكمة
خففت الحكم من الإعدام للمؤبد. المحكمة شافت في حكمها الأول إن آية حطت خطة لقتل فرح، وإن هي طلعت البيت وحاولت تتخلص منها وفق للخطة دي، وده اسمه ظرف مشدد لجريمة القتل، وعقوبته الإعدام اسمه ظرف الترصد أو الإصرار. ولكن محكمة الاستئناف لما بحثت تفاصيل القضية من أول وجديد اتأكدت إن آية ما كانش عندها أي نية للقتل، وإن القتل حصل بالصدفة، بدليل إن أداة الجريمة ما كانتش موجودة من الأول مع آية، والقتل تم أصلاً بسكينة موجودة في بيت فرح، وبالتالي ما كانش فيه أي نية مبيتة للقتل، وبالتالي المحكمة حكمت بالمؤبد بدل الإعدام. استنونا في قضية جديدة وتفاصيل جديدة وتحليل قانوني جديد في قبعة المحقق رامي عبد الحي.